على ثواب ربي بربانون فوقع أجرنا ثواب نخين ينوف سبتيجي على الله ربي خين يرتي فمنا دوبا نرى من مات نمدو اجراجي ولم يأكل من أجره شيئا على ثواب سار وتكنيات ننججو منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه نمدو يسون الرامصاب بن عمير فاداجي قتل يوم أحد يالو له دجي فميلا وترك نمرة مرتو تكديسيجي فقلنا دوبا نتاني إذا غطينا بها رأسه وقولا متاسا أقويني بدت رجلاه ميلا ملتاجي وإذا غطينا بها رجليه وقولا ميلا مري بدا رأسه متاسا ملتاجي فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي وجيجي أن نغطي رأسه متاسا تمرتي ونجعل قورودتي على رجليه ميلا سارتي شيئا من الإذخر شيء ديري راتات جيجو ومنا دوبا ملي نرى من أينعت له ثمرة نما مدان سايسا بالشات جراجي فهو يهدبها أنقرتني متفق عليه أدينك متفقي النمرة نمرا جيجون كساء ملون وجوب الرئيفم توتكا من صوف سوبر راتاتاتي وقوله جيجرا ويلا أينعت جيجون أي نضجت بالشات جيجو وأدركت ركب جيجو وقوله يهدبها جيجون وبفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان أي يقطفها يسيخ قرة جيجو ويجتنيها حكم مانان وهذه استعارة هني استعارة لما فتح الله تعالى عليهم وربي لسان الرفتهف آري سودا من الدنيا رجيجو وتمكنوا خنم اللي مجيفة فيها في خيستي. وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي كجان لو كانت الدنيا وصو الدنيا انتاتي جان تعدل عند الله ربي برت خمزان جناح بعوضة كاكتو يتججو قبلا بوخي تكو كاكتو يتوسوتاتي ما سقى كافرا منها كافر يسير ربي وانو باسو جان شربة ماء وقاتي بشاني تكاللا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي تين دغير يقول الا ان الدنيا ملعونة ابارم تجان ملعون ما فيها جنسي خيس جرات لين ابارم ترجان الا ذكر الله تعالى ذكر ربي ملي وما والاه وان بادر ربي خيس جرت ملي وعالما نما برسيس ملي ومتعلما نما برت ملي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي نجان لا تتخذوا الضيعة اورون قدتنا جان فترغبوا في الدنيا دا خجلتني الدنيا خيسك خجلتني اورون قدتنا دا دي انتم بخم اوروس مجامتي دكان اسم مجامتي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ندفجان ونحن نعالج حالا نتتل تجرون وصلنا من خين تكو فقال نبي ربي نجان ما هذا ما لي ونيس تل تجرتن نجان فقلنا دوبا نجان نيجان قد وهي نلا فيتل تجر جن ونحن نصلحه نتا دوغان لا في نوتي تلجو جر جنين جن. فقال ربي نجي ما أرى الأمر أني دعوة وإياد جن لا أعجل من ذلك من يجيقو دي مخانا رجل جرتو تومني. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن كعب بن عياد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عندك يقول أنجو إن لكل أمة كل أمتاتي فتنة مقرات وفتنة أمتي مقر أمتخيا المال وريلا أجن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي عمرو ويقال ابو عبد الله ويقال ابو ليل عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي ربي ليس لابن ادم المنامات بنتان جن حق عيني في سوى هذه الخصال وانا قم دبچو دي من خنا خنتين كيست بيت
منا يسكنه إستاو وثوب يواري عورته وجم سوراسا سترو وجلف الخبز بدينا غوغوغا والماء مشان بدينا سنين قالك امسو خلوان انتين كيسة تحيني سافن تاني اجن. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال الترمذي سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول سمعت نضر بن شميل يقول الجلف خبز ليس معه إدام. وقال غيره هو الغليظ الخبز. وقال الراوي المراد به هنا جلف الخبز وعاء الخبز ويلكا بدينا خيسا خاتن جتشوراجي كالجوالق أكا كلامشيشا والخرج مصوبيلا. الله أعلم. رب ما بيخايا. وعن عبد الله بن شقير بقدر الشين والخاء المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي التنبي وهو يقرأ على نبي كرون ألهاكم التكاثر قال دوبني يقول ابن آدم مالي وهل لك يا ابن آدم دوب مليكانا كان جتيني ساتي سيفورين نتي من مالك وريخيت الراسيب نتي إلا ما أكلت وانيات فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت دبرست ملي ورين سيب نتي جنينيا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قربان تكون نبي نجي يا رسول الله يا ربي والله ربي انك خدي إني لو أحبك فقال أبوخنا نبي جنين انظر ماذا تقول أبو أنجت لالي قال نمت نجي والله إني لو ربي انك أحبك خدي سنجال الداجي 3 مرات فقال ربي نجنين إن كنت يوتاتي تحبني أنا جالته فأعد للفقر مسكين ما قبائي جنين تجفافا فإن الفقر مسكين من أسرع نجرجرتي إلى من يحبني قالنا من جالته من السيل إلى منتهاه قالنا قدو يا ورا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كيف تجنيا التجفاف بكثرة المثنات فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة وهو شيء يلبسه الفرس شيء فردي وفمه ليتقي به الأذى أكا أورتين سر إسان تيفمه وقد يلبسه الإنسان أكا كم مجروحا من اللي فتايا. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان دوبا يجيل لما وانتان جان جائعان ليلويتو تتاتي أرسلا في الغنم ريغي ستقلك بمتي بيفسد الله ريس بليستو وانتان جان من هرس المرء بليسين سبولولي المنا مارا جيتو على المال ورينك بلولو والشرف موتم مارا كبلولو لديني دين ساخدرا بليسو ولا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نرفجا على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وضاء فقال ما لي وللدنيا مال ولكبنا أجل ما أنا في الدنيا أمبر الدنيا خيست وانتان أجل إلا كراكب أكنا ما واخريد يمو ملي استظل خنقاد السيفتي ملي تحت شجرة مقطق جلتي ثم راح إيقنا خنديمي ملي وتركها قاد سسن دي سلالة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي جان يدخل الفقراء دوبا مسكينين سينجان الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. أمنا مثل لا
أما دبشان درسينني يجن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن حسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبينا كجن اطلعت في الجنة جنة خيسنين من لدجن فرأيت أكثر أهلها يردون ميسي سينون أركجن الفقراء مسكينا واطلعت في النار بداسنين لا لجن فرأيت دوبنين أركجن أكثر أهلها يردون ميسي سينون النساء متفق عليه في رواية ابن عباس ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن حسين وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار متفق عليه والجد الحظ والغنى وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلا باطل وكل نيم لا مال تزايل كنجي كل ورب ملي جراتي باطل جي أما اللي كلين كانني لا ديم سرها في سنقبدو وجي متفق عليه متفق ديزني باب فضل الجوع أجرب الله